والجمعيات المهنية. منظمة التجارة والصناعة والخدمات، المركز الجهوي للاستثمار، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مؤسسة تموين كوم. نظمت الهيئة المغربية مساء اليوم الجمعة 29 يناير لقاء تواصلي الوطني، وهو مناسبة سنوية كتنظمها الهيئة لتقديم أنشطتها وحصيلة عملها خلال هذه السنوات الماضية. ف 2023 أهم أنشطة اللي قمنا بها هو ملتقى الأعمال الأول اللي كان في فبراير 2023، واللي كان ضيف شرف إسبانيا، واللي كان الحوار والنقاش حول مجموعة من القضايا، من تشجيع المناخ الاستثمار في الجهة، كذلك تكوين ومواكبة، كذلك الرقمنة، فهي مواضيع مهمة ومواضيع الساعة. الحدث الثاني هو المؤتمر الوطني الأول اللي كان في نوفمبر الماضي، وهي كانت مناسبة كذلك للهيكلة الوطنية، لأن الهيئة عندها مكاتب جهوية في مجموعة من الجهات، وعندها تمثيليات في أقاليم ومدن أخرى. هذا اللقاء مناسبة لتقديم الموقع الإلكتروني للهيئة، وهو بوابة إلكترونية كتتيح أن نتعرفوا أكثر على الهيئة والبرامج ديالها والتواجد ديالها على المستوى الوطني. كذلك إصدار العدد الثاني للمجلة، والمجلة الاسم ديالها هو المنتدى المقاولات، اللي كتجمع بين أنشطة الهيئة، حوارات كذلك مع مجموعة من الفاعلين في المجال الاقتصادي، وتغطية مجموعة الأحداث الوطنية ولا الدولية. وشكرا على التغطية ديالكم من هذا النشاط. إيمان صدقي، نائبة الرئيس الجهوي لجهة طنجة تطوان. اعتادت الهيئة المغربية للمقاولات في شهر يناير دائما مع بداية كل سنة أنها تنظم لقاء تواصلي مع جميع الشركاء ديالنا باش كنعلنوا عليه على البرنامج السنوي والمخطط ديال السنة المقبلة، برنامج العمل. إلا أن هذه السنة كتميز عن السنوات الماضية بكون أن الهيئة اليوم تشتغل على الصعيد الوطني وفتحت فروع في ربوع المملكة، ولهذا البرنامج غيكون جد غني هذه السنة إن شاء الله. وطبيعي أننا غنجددوا التذكير بالمحطات اللي مرت بها الهيئة في سنة 2023 والتي كانت جد متميزة، وهي اللي كانت وراء ضرورة تأسيس مكاتب جهوية. اللقاء اليوم غيتميز بالإعلان عن قافلة جهوية تواصلية بجهة طنجة تطوان، بحكم أننا اليوم في جهة طنجة في عمالة طنجة أننا رسخنا التواجد ديالنا والتواصل ديالنا مع الشركات، فكان ضروري أننا نتوسعوا على مستوى الجهة ونربطوا التواصل مع المقاولات، خصوصا المقاولة الشابة والمرأة المقاولة، باش كنعطيوهم دفعة جديدة. كذلك غنعلنوا على ملتقى الأعمال اللي هو أصبح حدث مهم. هذه السنة إن شاء الله غتكون النسخة الثانية من بعد ما نجاح النسخة الأولى في مدينة طنجة. هذه السنة في شهر 5 إن شاء الله غيكون عندنا النسخة الثانية لملتقى الأعمال، واللي غيكون فيه مشاركة أجنبية. السيد الرئيس، والذي كان منبثقا من المخطط الاستراتيجي للهيئة الذي كان مصدر قبل المؤتمر.